بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم حرشه سهله. تقدروا ديروها في الفرن، تقدروا ديروها في المقلاة. انا دائما كنديرها في المقلاة، ولكن اليوم غنديرها في الفرن، فقلت نشارك معكم الحرشه ديال اليوم. هنا غادي نحتاج واحد البول اللي غادي ندير فيها المكونات كاملين. غادي ندير السميد ديال الحرشه، الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث. ندير 3 الكؤوس، غديروا على حساب المول عندكم قداش. هنا ما عنديش حليب سائل، غادي ندير غير حليب مجفف. الملعقه الاولى، الثانيه، 3 ديال الملاعق. تقدروا ديروا غير بالماء الا ما كانش عندكم لا حليب هذا مجفف ولا حليب عادي، يعني تخلطوه غير بالماء عادي. غادي نضيف هنا تقريبا 2 ملاعق ديال السكر. ندير واحد القبيصه ديال الملح. غادي نضيف سكر فانيلا ساشي واحد. غادي نضيف خماره وحده. صافي نخلط هاد النواشف هكا مزيان باش مني نخلطو خليط يكونوا هاد المكونات منسجمين مع بعضياتهم. غادي نضيف تقريبا 2 ملاعق ديال الزيت. غادي نخلطو هاد صافي. هنا غادي ناخذ واحد 2 غير معلقه صغيره، معلقه هكا، باش غادي نحتاجها نضيفها في المول. تقدروا ديروا غير عادي، ما ديروش من هذا اللي مخلط. غادي نضيف بيضه، نحاول نخلط غير بالملعقه. صافي دابا غادي نضيف الماء. ضيف هنا الكاس الاول. كان الحليب ضيفوه، ما كانش ضيفوه، خلطوه غير بالماء، راه درنا الحليب مجفف. غادي نضيف نصف كاس اخر، يعني درنا 2 كؤوس ونصف. صافي نخلطوها مزيان. شوفوا حطوها جنب. غناخدو مول اللي غادي يدخل الفرن. انا غنستعمل هذا، ونضيف فيه الزبده. صافي وغنوزعها على المول كامل، دهنوا الجوانب وكل شيء.
تقدروا تستعملوا غير يدكم، تدهنوا غير بيدكم فقط. الزبده تكون بحراره الغرفه باش تسهل لكم دغيا، تهل لكم هكا صافي. خذ هذا الخليط اللي كنت نقصت قبيله، غادي نرشو نوزعوه بحال هكا. تقدروا ديروا غير سميد عادي بلا ما ديروا هذا اللي نقصتو صافي. وغنبداو كنوزعوه فيه. صافي من بعد ما دهنت المول ورشيته بالقليل ديال السميد، دابا غناخذ الخليط ديالي غادي نضيفو في المول. شفتوا راه دغيا كيشرب السميده، دغيا شربات صافي. غادي نوزعوه هكا في المول، راه كتجي زوينه، غير جربوها. انا هاد الكميه هادي كنت كنقسمها على جوج نطيبها غير في المقلاة. يعني الا كنتو متسرعين باغيين دغيا طيبوها في المقلاة دغيا بسرعه، ما تاخذش الوقت. مازال الفرن كياخذ شويه الوقت، ولكن ديال الفرن كتجي حسن، ديال الفرن كتجي زوينه، كتجي مقرمشه صافي. غنحاولوا اننا نقادوها غير بحال هكا صافي. غادي ندخلها للفرن اللي شاعل من التحت حتى طيب مزيان، ونعاودو نشعلو عليها من الفوق حتى تحمر، ونجي نوريكم الشكل النهائي ديالها. انا غادي نطيبها غير في الفرن ديال الكهرباء، خليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. ما طابت شوفوا كتجي محمره ومقرمشه. غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيف جات. صراحه كتجي زوينه. تقدروا تزوقوها بشي حاجه من الفوق ديكوريها، تقدروا تخليوها غير هكا تكتفيو بها غير هكا فقط. انا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا. مازال سخونه، نخليوها حتى تبرد عاد نقطعوها. شوفوا الشكل النهائي ديالها كيف جا. شوفوا كتجي يا سلام. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم مع السلامه. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.